السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بحاجة خفيفة وسهلة ولذيذة جدا. هنعمل النهاردة كفتة فراخ. كفتة الفراخ دي عبارة عن ايه؟ انا معايا هنا ده قطعة من صدر من البانيه اللي هو الصدر الفراخ، مع حتة من الاوراق بتاعه الفراخ. والسبب في كده ان انا لو استعملت الوراك بس الكفته معايا بتبقى ناشفه، لكن لو استعملت الصدور بس ما بتبقاش متماسكه كويس معايا. فلازم اعمل ميكس كده ما بين الوراك وما بين الصدور. ليه؟ عشان تبقى القوام بتاعها كويس معايا. معايا ايه بقى؟ يبقى ده الاساسي معايا الفراخ. معايا هنا طبعا اللي ما بيستغناش عنه كفته الفراخ ابدا البقدونس، دي ربطه بقدونس. ومعايا فلفل ايا كان بقى نوع الفلفل اللي عندي، فلفل رومي، فلفل الوان، فلفل حامي، دي ما فيش فيها مشكله. معايا بصلايه، ومعايا طبعا التوم اساسي. البهارات الاساسيه معايا هي عباره عن الملح والبابريكا، لكن انا حطيت هنا توابل فراخ وشويه فلفل اسود. عايزين تستغنوا عنها ما فيش مشكله. تعالوا بقى هنضرب الحاجات دي كلها مع بعضها في الكبه ونشوف شكلها هيبقى ايه. طيب انا ما عنديش كبه، هعمل ايه؟ مش هنقف على حاجه. هفرم الفراخ بتاعتي فرم صغير جدا، وبعدين هفرم بقيه المكونات بتاعتي. يعني مثلا البقدونس هقطعها على ايدي تقطيع كويس، البصل هقطعه تقطيع كويس، تقطيع اللي هو يعني كاني عاملاها في الكبه. تمام كده. هحط كل التوابل بتاعتي او كل المكونات بتاعتي في الكبه معايا كده، وهفرمها مع بعضها، وبعدين هنشوف شكلها ايه. دي شكلها بعد ما ضربتها في الكبة. عندي بقى البهارات بتاعتي احطها عليها وابتدي اقلبها او اعجنها. لازم اعجنها عجن كويس قوي. طبعا هي لو مضروبة في الكبة، هي الكبة يعني ايه بتاخد وقتها في العجن، فمش هعجن فيها الخطوة دي كتير. لكن لو انا عاملاها او مقطعاها على ايدي لازم اقعد يعني اعجن فيها شوية كويسين كده، عشان يبقى ليها ايه، يعني تبقى متماسكة وكويسة معايا. طيب انا عملت نفس الخطوات دي وحسيت ان هي سايبه مني او مش متماسكه. الحل ايه؟ الحل ان انا اجيب معلقه بقسماط وهحطها. برضو حسيت ان هي عايزه تاني احط لها، افضل احط لها البقسماط لغايه ما تتماسك مع بعضها. بعد ما خلصت معايا كده هبتدي احطها بقى في التلاجة شويه، يعني قيمه مثلا ربع ساعه او نص ساعه على حسب، وبعدين نطلع نصبحها مع بعض. عندي بقى ايه، عندي هنا معلقه صلصه حطيت عليها شويه فلفل صغيرين ومعلقه زيت صغيره كده، وعندي هنا ميه البصل هحطها عليها وهقلبهم مع بعض كده. وبعدين هعمل ايه؟ هجيب بقى الفراخ بتاعتي بعد ما اتسابت شويه في التلاجة، هحط ايدي في الميه دي كده عشان دي اللي هصبع بيها، وهاخد من الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا عندي هنا بقى ايه، عندي سياخ الشيش طاووق كده، خدت كذا واحد مع بعض كده وهحطهم وهلف عليهم لغايه ما اخليها ايه، متماسكه كده. على فكره مش شرط السياخ بتاعت الشيش طاووق، لو عندنا ايد خشب تخينه نعمل عليها مفيش مشكله. بصوا يا جماعه شكلها بسم الله ما شاء الله حلوه قوي كده، حلوه كويسه معايا. نكمل بقى الكميه كلها مع بعض ونرجع نشوف شكلها ايه. ودي شكل الكفته بتاعتنا بعد ما صبعناها كلها. تعالوا بقى ندخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 180 كده. انا حسيتها ان هي مش هتاخد لون معايا، انا بقيت الصلصه بتاعتي اللي انا استعملتها في التصبيع هدهن بيها وش الكفته وهدخلها عشان تطلع معايا بلون حلو. ودي يا جماعه شكل الكفته بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، وانا مقدماها هنا مع مكرونه زي ما انتم شايفين. والاكل ده بقى على حسب ما انتوا عايزين، تاكلوها بعيش تاكلوها بمكرونه، اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله. بسم الله ما شاء الله طالعه حلوه جدا، شكلها حلو قوي وسواها حلو قوي ما شاء الله، حلوه وجميله. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير ومتابعه عشان يوصل لكم مننا كل جديد.